بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة هنعمل مع بعض التورتية الجميلة دي. شفت التورتية التحفة دي؟ عملتها بسبع بيضات، سبع بيضات وتورتية كبيرة مقاس 25. وهوريك عملناها ازاي، وازاي تطلع معاكي مرتفعة جدا كده زي ما انت شايفة، وازاي جميلة كده. بصوا، 5 طبقات وبسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة قوي. طبعا هنا انا كنت كسرت 7 بيضات وكوباية سكر، والسكر بودرة. تمام. ومعايا نص كوبايه ميه، ومعايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعلقه كبيره محسن جيل. ومعايا طبعا نص معلقه بيكنج بودر، ومعايا زيت، ومعايا خل. تمام. طبعا هضرب الكلام ده كده لحد ما ادوب السكر. طبعا لو ما عندكيش السكر بودره تقدري تطحنيه في الخلاط، او تقدري تستعملي سكر يكون ناعم شويه، يعني مش هو سكر التموين، ولازم السكر يكون ابيض، ما ينفعش تستعملي سكر اسمر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره. يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد لو اول مره تشوفيني. طبعا هنا انا هدوب السكر كله كده زي ما انت شايفه. لو عندك عجان هيسهل معاكي جدا بالامانه يعني. طبعا كده انا دوبت السكر تقريبا كده تمام زي ما انت شايفه اهو. المهم اتاكدي ان السكر لازم يكون داب كويس. هنا بقى هنزل بالدقيق. الدقيق ده انا نخلاه. وطبعا هنزل بمعلقه المحسن جيلي، معلقه حلوه كبيره كده مليانه زي ما انت شايفه، معلقه حلوه يعني كبيره. وهنزل بنص معلقه من البيكنج باودر. طبعا زي ما انت شايفه. وهنزل بمعلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت. تمام. معلقتين خل ومعلقتين زيت. تمام كده. وهنزل بنص كوبايه من الميه. تمام كده. وهضرب بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعضيه زي ما انت شايفه كده. هفضل اضرب بقى اضرب لحد ما تلاقي القوام بقى كريمي معاكي، وبدا يفتح معاكي كده وجميل كده وهش. بصوا هتلاقوا اللون بقى كريمي قوي كده معاكي وابيض كده. وتحسي ان هو كانه كريم شانتيه، مش كانها عجينه خالص. كل ما تضربيها وكل ما تلاقيها هشت كده وبقت جميله قوي معاكي زي ما انت شايفه. تمام كده. في الوقت ده طبعا انا كنت مجهزه الحله بتاعتي، وده عاملاها بالزيت بالسمنه، ومبطناها بالدقيق. والحله دي مقاس 25. حله مقاس 25. انا ليه مش بستعمل صينيه؟ انا مش بستعمل صينيه لان الاوان بيبقى عالي جدا، وطبعا الصينيه عمره ما هيبقى حرفها عالي لدرجه ان هي هتعلى كده. فاهمه ان الحله يعني عاليه. الحله حرفها عالي. تمام. فعشان كده انا بستعمل التورتات على طول بستعمل فيها الحله. تمام كده. طبعا هنا انا ضربت كله زي ما انت شايفه كده، وجبت الحله كنت مبطناها عاملاها بالسمنه، ومبطناها بالدقيق. لو عندك ورق زبده تقدري تحطيه فيها، ما عندكيش انا ما بحطش ورق زبده زي ما انت شايفه كده، بستعملها باي كلام. يعني سمنه بس كده، وبطنتها بالدقيق وخلاص. والحله دي مقاس 25. المقدار جميل، والتورتيه جميله بصراحه، جميله جدا. انا هنا ما نزلتش اخر حاجه البيكنج بودر. انا يعني اخر حاجه حطيتها البيكنج بودر بعد ما كانت العجينه بتاعتي بقت تمام. تمام. هنا بقى انزل بالخليط ده في الحله بتاعتي. وفي الوقت ده انا كنت مولعه الفرن، وهسوي بقى الحله اسويها كويس كده زي ما انت شايفه. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن. هنا هي خدت في الفرن بالظبط ساعه الا ربع. بصوا جميله ازاي، ما شاء الله، حاجه تحفه. طبعا غطيتها وسبتها لحد ما بردت. وعايزه اقول لك على معلومه، لازم يعني اول ما تلاقيها بعد نص ساعه بصي عليها لسه سيبيها. بعدين هتقدري تختبريها بخله لو عندك. ما عندكيش تقدري تستعمليها بسكينه، يعني تحطي سكينه، بس السكينه تكون رفيعه قوي. تحطيها في الوسط كده. تمام. لو طلعت معاكي معفصه يعني من العجين يبقى كده لسه. لو طلعت معاكي ملطه ونضيفه يبقى كده تمام. طبعا هنا حشت الوش كده زي ما انت شايفه. وطبعا قطعتها كام طبقه، ما شاء الله جت معايا 5 طبقات غير القطعه اللي انا حشتها من الاول دي. يعني جت 5 طبقات، و5 طبقات حلوين قوي ما شاء الله يعني. بصراحه كانت جميله وعاليه وحاجه جميله قوي بصراحه. تمام. انا هقطعها بقى كده ال5 طبقات بتوعي. اما الطبقه الفوقانيه دي انا اصلا ما استعملتهاش. تمام كده. طبعا قطعتها ال5 طبقات زي ما انت شايفه. وهنا انا كنت مجهزه السيرب بتاعي، والسيرب بتاعي زي ما قلت لك في فيديو قبل كده. انا عامله حاطه كوبايه سكر على كوبايتين ميه، كوبايه سكر على كوبايتين ميه غلوا على النار. وسبتهم لما بردوا، وده اللي انا بسقي بيه الكيك بتاعي. تمام. طبعا الكريم شانتيه التورتيه دي خدت معايا كوبايه من الكريمه على كوبايتين من الميه، ونص كوبايه من السكر. كوبايه كريمه على كوبايتين من الميه، ونص كوبايه من السكر. ما خدتش اكتر من كده. والسكر بودره. تمام. طبعا زي ما انت شايفه كده بقى. انا بسقي بقى اول طبقه بسقيها بالسيرب بتاعي اللي هو السكر الخفيف اللي قلت لك عليه كده زي ما انت شايفه. وهحط بقى طبقه كريمه. وهحط بقى كده طبقه كريمه وطبقه كريم شانتيه، طبقه كريمه وطبقه كريم شانتيه. وبين كل طبقه وطبقه لازم بسقي الكيك بتاعي من السيرب بتاعي ده. ليه السيرب بيخلي العجينه الكيكه بتاعتي بتبقى طريه وجميله قوي، تحسي ان انت بتاكلي في ايس كريم، مش في كيك خالص. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين انا هنا بقى بسقي، وبعدين هحط بقى طبقه الكريمه. وزي ما قلت لك الكريمه بتاعتي هنا استعملت ايه؟ استعملت قد ايه؟
استعملت كوبايه كريمه وكوبايتين ميه، ولازم الميه تكون متلجه جدا. وطبعا حطيت نص كوبايه من السكر البودره. تقدري تتحكمي في السكر زي ما انت عايزه، تزودي تنقصي، دي حاجه بتاعتك انت. تمام كده. طبعا انا هحط بقى طبقه كده وطبقه كده زي ما انت شايفه، زي ما عملته معاكي قبل كده في فيديو قبل كده كان قبل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هحط طبقه واسقي سيرب واحط الكريمه، واحط طبقه واسقي سيرب واحط كريمه. طبعا الفيديو معلش اسفه لو كان طول عليكي، بس انا كنت حابه اوريكي كل الخطوات زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جديده معايا وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو بتاعي، بص الكيكه قد ايه هشه وجميله، والله العظيم كانت خرافه يا جماعه، تحفه بجد. تحسي كده انها نايتي، كانك بتاكلي في نايتي جاهز. تمام. وطبعا انا قطعتها بالسكينه، والسكينه بتاعي بعافيه، بس برضو عادي طالعه جميله، وطالعه القطعه مظبوطه، ويعني لا حته عاليه ولا حته واطيه، وكانت ظابطه وكانت جميله قوي ما شاء الله، يعني طلعت حلوه قوي. طبعا جربيها واعمليها، والله مش هتندمي، هتلاقيها جميله وسهله. وعلى فكره الكيكه دي مش صغيره، بالعكس الكيكه دي كبيره، يعني الكيكه دي ممكن تطلعي منها 20 قطعه، يعني مش صغيره. وخدت 7 بيضات، بس 7 بيضات. وطبعا نص كوبايه من السكر، وطبعا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعلقه محسن جيل زي ما قلت لك، وطبعا نص معلقه بيكنج باودر. وطبعا كل الكلام ده. طبعا كده دي اخر طبقه انا حطيتها. حطيت معلقتين زيت اسفه وحطيت معلقتين خل. تمام كده. والفانيليا بتاعتي ما تنسيش الفانيليا، انا حطيت فانيليا في الاول خالص مع البيض، معلش ممكن اكون نسيت اقول. هنا طبعا انا هغلف كل كيكه، ده مهم قوي ان انت تحطي بقى كريم شانتيه، شبعيها او حطي في كل الحروف كده كريم شانتيه، لازم تغرقيها زي ما انت شايفه كده من كل الجناب كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتي معايا حد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا شكرا على الكومنتات الجميله اللي جات لي على التورتيه اللي قبل كده، وشكرا فعلا على التفاعل، التورتيه كانت جميله. وفعلا شكرا جدا على كل حبايبي اللي دخلوا لي وقالوا لي كلام جميل، الف شكر ليكم. انا طبعا بكبر بربنا وبيكم، وكلامكم بيفرق معايا كتير. هنا طبعا انا بغلف كل التورتيه زي ما انتم شايفين من بره كده، غطيها كلها. طبعا انا كل استعمالي معلقه، انا ما عنديش يعني اي ادوات، زي ما قلت لك قبل كده احنا شغالين من غير اي ادوات، على قد الايد من غير تعقيد زي ما بيقولوا. احلى تورتيه هتعمليها لاحلى عيد ميلاد. طبعا والله العظيم هتحلفي بيها طول عمرك من كتر ما هي هتبقى جميله وعجبتك. طبعا انا هغلف كل التورتيه بتاعتي بقى، احط كريمه كتير، يعني حاولي ان انت، على فكره كوبايه الكريمه دي عملت معايا كميه رهيبه بالامانه، جميله فعلا جدا. وغطيت كل الكيكه زي ما انت شايفه كده. طبعا هنا بقى هجيب جلدة الكراسة اللي عملت بيها قبل كده زي ما انتم عارفين. انا جبت كراسة من عند بنتي، وقطعت جلدة كراسة بتاعت الدرس، طبعا كراسة قديمة. خدت الجلدة وعملتها وعملت منها بجلس بيها، دي جلدة كراسة. وفي حتة تانية منها انا عملتها مشرشرة كده زي المشط، عشان برضو اعمل بيها الخطوط اللي انتوا هتشوفوها معايا هنا في الفيديو. طبعا زي ما انتوا عارفين مش هنقف على حاجة، يعني اللي موجود هنشتغل بيه. هنا انا بجلسها بقى وبسويها على قد ما تقدري ساوي، على قد ما تقدري ساوي طبعا. ما شاء الله الكيكه كانت عاليه وكانت جميله، وبصراحه كانت خطيره بالامانه يعني. طبعا اسفه، يا ريت، اسفه لو طولت عليكم الفيديو، بس انا حبيت ان انتم ما يفوتكوش اي معلومه عن الفيديو، فعشان كده انا حبيت ان انا اوريك يعني انا بعمل ايه بالظبط. تمام كده حبايب قلبي. يلا بقى لو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واوعي تنسي اللايك. طبعا زي ما انتم شايفين هنا انا جلستها كلها كده وسويتها زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى انا هجيب اللي هي المشرشره دي، اللي انا برضو كنت عاملاها، اعمل خطوط بقى في الجنوب كده وفوق وتحت بقى. بصي ده بتاعك، التشكيل ده بتاعك، يعني لو انت حباها ناعمه كده سيبيها، حباها مشرشره زي ما انا عايزاها مخططه كده اعملي زي ما انا عملت. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين انا جيت بقى كده عملت خطوط على الوش زي ما بقولك. دلوقتي بقى انا بقى هجيب القرطاس بتاعي العيان اللي على قده، اضحكي بقى عليا، واحط فيه حبه كريمه عشان اعمل بقى معاكي ايه كام خط كده، كام رسمه كده. بصوا بقى ده بتاعك زي ما انت عايزه بقى، اللي انت عايزه تشكلي بيه شكلي بيه، على زي من على الاقل ما انت عايزه، يعني زي ما انت عايزه. اسفه. دلوقتي بقى ده جيلي فراوله، انا مشيت بقى بيه على خطوط كده على الحروف كده زي ما انت شايفه عشان يعمل شكل حلو كده. لو عندك شوكولاته تقدري تستخدمي شوكولاته، انا اشتغلت باللي موجود عندي. وطبعا كل الحاجات اللي هي صوص شوكولاته ده تقدري تجيبي ب5 جنيه، صوص فراوله تقدري تجيبي ب5 جنيه، ب5 جنيه كريز ب5 جنيه. بصي كل الموجود تقدري تجيبي ب5 جنيه من اي حاجه. تمام. هنا طبعا جبت القرطاس بتاعي، همشي بقى كده زي ما انتم شايفين، هعمل روزيتات صغيره كده على الحروف، مشي حالك كده اي شكل، واعطاني شكل جميل، وكانت جميله وعجبت الجماعه قوي بصراحه بالامانه. ده كان عيد ميلاد عندنا،
وطبعا حبيت اعرفكم احنا عملنا ايه في عيد الميلاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا مشيت بروزتات زي ما انتم شايفين كده على الحروف، واحده واحده كده، وجيت بقى من النص كده وحاولت بقى ان انا اعمل روزته في النص كبيره. وطبعا مشيت بقى عندي بقى كريز، مشيت على الروزتات بالكريز. وعندي طبعا حلويات صغيره كده، مش عارفه بونبوني صغير كده ملون استعملته. وطبعا استعملت عندي بسكوت مغلف بالشوكولاته استعملته، وعندي بسكوت تاني اللي هو المخطط ده الاحمر استعملته. بصي بقى التشكيل ده بتاعك، اعملي اللي انت عايزاه، الديكور ده بتاعك انت. طبعا كان عندي شوكولاتايه انا مسكتها جرشتها، حطيتها في الفريزر شويه وجرشتها. الشوكولاتيه دي كانت شوكولاتيه بالفستق، كانت في حد كان جابها لنا من ايطاليا يعني. فمسكتها كنت بشرتها واستعملتها اللي هي اللي انا هجل احط بقى في الاخر كده، هرميها على الحروف كده من تحت. تمام كده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا انا بحط بقى اي حاجه موجوده عندك بقى حطي براحتك، ما بصي بقى ما تخليش في نفسك حاجه، التشكيل ده بتاعك انت. حطي اللي يريحك وحطي اللي يعجبك بقى في اي مكان زي ما تيجي معاكي تيجي. انا مش ببقى حاطه لها رسمه في دماغي، انا زي ما بتيجي معايا بتيجي. تمام كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا لو جديده معايا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد زي ما انتم شايفين. طبعا والله التورتيه كانت خطيره يا جماعه، والله مهما اكلم ومهما اوصف جربوا بس الطريقه دي والله العظيم. بصوا ممتازه ممتازه ممتازه. يلا بقى اتفضلي بقى شوفي ايه رايك في الجمال، ايه رايك في الجمال ده، ايه رايك؟ طبعا عماله احط بقى اي حاجه اللي موجود اللي موجود عندي حطيته. عملت كام خط كده وكام خط كده، بصي بقى مشي حالك. وحطيت بقى من البسكوت اللي هو المخطط ده، مشيت عليها كده من النص. ومسكت بقى الشوكولاته زي ما قلت لك جرشتها ومشيت على الحروف كده، رميتها على الحروف زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليه تروح تشتري تورتيه غاليه؟ ليه طب ما انت ممكن تعمليها في البيت وعلى قدك، وعلى الاقل على الاقل انت عاملاها في بيتك بكل حب لاولادك، هيحبوها وبالعكس هيتبسطوا قوي وهيبقوا بصي جايبين اخر ما عندهم من كتر ما هم مبسوطين ان انت عملتي لهم حاجه بايديكي، مش انت جايباها من بره. يعني التورتيه دي اقل حاجه انت لو هتجيبيها من بره هتجيبيها ب 250 جنيه اقسم بالله، اقل حاجه. هنا الشوكولاته انا رميتها على الحروف زي ما بقول لك اهو. وطبعا كان عندي اللي هي الحلويات المشكله دي، انا مش عارفه هي اسمها ايه، برضو رميت منها على الحروف في الحتت البيضه اللي فوق دي. وشكلها بقى جميل قوي، وكمان طعمها كان تحفه بجد. بجد كانت جميله جدا جدا، الناس شكروا فيها قوي قوي بصراحه. وطبعا ده شكلها، يا رب يكون شكلها عجبكم. ده الشكل النهائي بتاعها طبعا اهو. الله اكبر بسم الله ما شاء الله، كانت جميله وكانت خطيره. حبيت ان انا احط لها بقى اي حاجه، ازود لها اي حاجه، هي لقيتها جميله. انا كنت مجهزه تفاح وحاجات تانية فاكهه يعني، بس بالامانه انا لقيت شكلها كده حلو، فما حبيتش ان انا ازود لها التفاح ولا احط لها اي فاكهه. لقيتها هي كده مش محتاجه اي حاجه. وطبعا ده شكلها النهائي كده، هي تمام. ايه رايكم بقى؟ بس انا اخترعت الطبق الدوار ده، ايه رايكم في الطبق الدوار ده؟ انا اللي اخترعته النهارده، حطيت صينيه على صينيه وعملت معايا طبق دوار جميل وبقى يلف بيا كده وبقت مبسوطه بيه. ايه رايكم بقى فيا مخترعه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا حبايب قلبي يلا بقى اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.